عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على حاجة تستهينوا بها، أما هي أساس صحتنا النفسية والبدنية، وهي الراحة. ما تبخلش على روحك بالراحة. نعرف ديما نحب نكملوا ونرضي ونتحملوا ونكونوا قدها، لكن الراحة ما هيش كسل. الراحة احترام لبدنك والعقلك والقلب. مثال راحة الضمير مثلا هي وقت تقول لي الحاجة ما تشبهلكش، ولا تنحي روحك من موقف فيه ضغط ونفاق وشك. قول لي مش أنانية، بالعكس هو دفاع على حدودك. الراحة في النوم، كيفاش نحب نكونوا حاضرين ومركزين وعينينا ما شافتش النوم. ماهوش فخر انك تسهر على اي شيء في الدنيا وانتي مرهقة. الراحة يعني تعطي لنفسك حقها باش تقدر تعطي للناس بصدق. حتى اللباس ما تستهينش بتأثير اللبسة المريحة. حجاب خفيف، قماش يرضي بشرتك، ولون يفرح عينيك. اللباس ما لازمش يكون وجيعة ولا تمثيل ولا ضغط باش نرضيو به الآخرين. يلزم يكون حضن، حاجة تقولك أنا معاك مش ضدك. وآخر نوع من الراحة هو أصعب نوع، راحة البال. نجم تبدأ بكلمة ما يهمنيش، نقص من مقارنات، من جلد ذاتك، من لوم روحك على كل شيء. قبل ما نختم نحب نقولك الراحة ما هيش طرف، هي وقود. وقت ترتاح تكون أنقى وأهدى وأجمل من داخل ومن برا. أعطي لروحك دقيقة اليوم، تنفس وقرر اليوم باش نختار نرتاح حتى ولو شوية. انتي تستاهل.